السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي البسيطه. مبروك عواشركم بعدا ورمضان كريم باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم بحول الله غادي نشارك معكم طويجين ديال الحوت. انا عندي الرايه، تقدروا نتوما ديروا اي نوع عندكم. غنديروا بالخضر في طويجين كيجي بنين بزاف وديروه هكا للفطور. نتمنى ينال اعجابكم. نبداو ان شاء الله في المقادير والطريقه في نفس الوقت. اول حاجه عندي هنايا معلقه مع مراج ديال المطيشه ديال الحك، طماطم مصبره، عندي هنايا جوج فصوص ديال الثوم، شويه ديال السودانيه اللي كيبغي الحار اللي ما كيبغيش يستغنى عليه، معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملحه كتبقى حسب الذوق، معلقه صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال الزعتر، عندي هنايا شويه ديال التوابل ديال الحوت. هادو اختياريين، اللي بغاهم يديرهم اللي ما بغاهمش يستغنى عليهم. معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال القزبر مطحون، ربع معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر. بسم الله. هنايا عصير ديال نصف حامضه، عندي هنايا ربع كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت نباتيه، هنايا شويه ديال ربيع القزبر ومعدنوس. غادي نضيف هنايا واحد ربع كاس ديال الماء باش نخفف هاد الشرموله. بسم الله. ونخلط ويستحسن بيدي. نتمنى تجربوا هاد الطويجين، هذا راه كيجي بنين بزاف وسهل في التحضير، ديروه في المائده الرمضانيه. غادي نديروا دابا الحوت ديالنا. بالنسبه لي انا استعملت الرايه، وانتم ديروا اي نوع ديال الحوت عندكم. انا كانت عندي هنايا في الفريغو، غادي ندير ليها العطريه هذه كيف ما شفتوا معايا الشرموله، ونخليها شويه تطلق. عاد ان شاء الله نصاوب الطاجين. غادي نخلي انايا هاد الحوت هذا يترقد في هاد الشرموله هذه، ونكملوا ان شاء الله تتم التحضير باش نصايبوا الخضر في الطاجين. رجعت معاكم من بعد ما ترقد ليا الحوت ديالنا. ها هو كيصبح على هذا الشكل هذا. هنايا في الطاجين درت انايا البصله المقطعه هكا دوائر، طريفات ديال الفلفل تا هما مقطعين دوائر، مطيشه. غادي نستف دابا بطاطا. طبيعه الحال الكميه ديال الخضره كتبقى حسب الرغبه. بسم الله. بعد ما ستفت بطاطا غادي نضيف دابا القطع ديال الحوت اللي عندي. من بعد ما ستفت الحوت غادي نضيف دابا الخضر اللي باقا عندي المتبقيه، الفلفله ومطيشه وبطاطا، ونرجع معكم. انا كمل دابا تستاف. غادي نضيف دابا هاد الورقه ديال الرند، غنديرها لتحت باش تطلق المذاق ديالها بهذا الشكل هذا. غادي نضيف دابا كميه ديال الزيتون خضر اللي بلا عظم. ضفت في الاخر شرائح ديال الحامض وواحد المزيود ديال الحار. بالنسبه لهاد الشرموله هذا اللي كتبقى عندنا هنا في الاناء، ضفت لها واحد شويه ديال الماء وغنضيفها هكا فوق الخضره. وطبيعه الحال نسدو على الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على عافيه مهيله. ونتلاقاو ان شاء الله. مره راقبوا على لاصوص. رجعت معكم في الشكل النهائي ديال الطاجين. ها هو طاب كيصبح على هذا الشكل هذا. كنتمنى فعلا تجربوه حيت كيجي بنين. كيف ما قلت لكم انا درت سمك ديال الرايه، نتوما ديروا اي نوع ديال الحوت عندكم. جربوه ردوا عليا، ديروه هكا في الطبيله ديال الفطور، غادي ينفعكم بزاف. ما تنساونيش من تعاليقكم الجميله اللي كتخليني نعطي في الوصفات كثر وكثر. ودعيو معايا بالشفاء في هاد العواشر. الله يشافيني ويشافي جميع مرضى المسلمين. وجربوه ما تنساونيش من لايكاتكم. تلاقاو فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.